واللي مجرب البرياني مال المطعم مالي يدري ايش كثر البرياني اللي اسويه قوي. يلا تابعوا معاي الوصفة، تقدرون تسوونها على ربيان، على دياي، على لحم، على سمك، كيفكم. انا اليوم اشتهيت اسويه على ربيان. يلا بسم الله نبلش. اول شي بسوي خلطة البرياني، بحط بالجدر زيت وزبدة طبعا لأنه برياني ربيان فسريع جدا، ما راح ياخذ وقت. يعني الخلطة نجهزها تقريبا ب10 دقايق ربع ساعة، كلش ما ياخذ وقت. البطاط مقلي جاهز، فشغلنا راح يكون سريع سريع. ذوبت الزبدة بالزيت، على طول انزل الحين بصل مفروم ناعم. بالبصلة تشوقر شوية، اوكي، تاخذ لون. واحط البهارات، طبعا حطوا الشيء اللي تفضلونه. انا لان يعني برياني ربيان فاحب فيه طعم اللومي، احط قفشة صغيرة لومي، طبعا كركم عشان نطير زفرة الربيان. تقدرون تكتفون فقط ببهار البرياني اذا عندكم بهار مخلوط كيفكم. كزبرة بحط قفشتين صغار، هذه القفشة الصغيرة قفشة الحوس، اوكي. وبحط عندي بهار سي فود جاهز مخلوط، بحط منه شوية. وعندي كاري بعد بحط شوية، اوكي. وبحط زنجبيل، ما عندي زنجبيل فريش فراح احط معجون الزنجبيل. طبعا لانه ما عندي زنجبيل فريش بستخدم معجون الزنجبيل، اوكي. بحط كذي قفشة متروسة ونحمس. من تطلع ريحة البهارات ننزل الربيان. تقدرون الربيان تقدرون تفوحونه قبل، اوكي، تسلقونه سلقة خفيفة اذا خايفين من الزفرة، او تقلونه، اوكي. انا ما صراحة يعني اذا ربيان فريش لا افوحه ولا اقليه، على طول احطه بالحمسة ويطلع ينن. بس تحمسونه عدل وتحطون بهارات وتحطون ثوم وزنجبيل بس تطير صفرته. طبعا الحين اطول على الشولة حدها لان ما ابي الربيان يطلع ماي. الله على الروائح الجميلة، شوفوا طولت على النار فالربيان ما طلع ماي كلش، اوكي. الحين شو اسوي؟ انزل الثوم والفلفل الحار، ثوم مبشور وفلفل حار. انا عندي تقريبا كيلو الربيان فمستخدمه راس ثوم كامل. يعني والله اتعب واقول لكم الريحه لذيذه، الريحه تجنن، مع ان للحين ما حطينا الخضره، ما حطينا شغلنا كله، ما حطينا ماي الورد والزعفران. شوفوا حق البرياني تقدرون تحطون الخضره اللي تفضلونها. انا ما راح احط على الحمسه، بحط بين طبقات العيش بطاط مقلي وبحط بازاليا. تقدرون تحطون جزر، تقدرون تحطون الخضره المثلجه كيفكم، حطوا اللي تفضلونه، تمام. بحط الحين شويه بصل مقلي عشان يعطيني نكهه حلوه. وبحط عندي هني بقدونس اخذ منه شويه احطه مع الحمسه، والمتبقي احطه بين طبقات العيش. عندي هني كزبره وشبنت مفرومين بس مثلجينهم احنا، اوكي. احط منهم شويه والباقي بحطه بين طبقات العيش. وشويه نعناع فريش، ونحمس الخضره. طبعا ما نخليها وقت طويل، وتدرون الربيان كلش ما ياخذ وقت، اذا طبختوه زياده عن اللزوم راح يصير عرد، فلازم يكون شغلنا فيه سريع سريع، حده 10 دقايق ربع ساعه وبس، اوكي. فمن نحط الخضره على طول شو نسوي؟ ننزل الكوكونات ميلك، حليب جوز الهند،
انا عندي هني كوبين من الكوكونات ميلك. وبقول لكم سر لذيذ من اسراري بالبرياني، احط كوب كريمه طبخ، اوكي، يصير البرياني كذي دسم ولذيذ. ما تبون كريمه لا تحطون، تقدرون تكتفون فقط بحليب جوز الهند. بس انا صراحه مكس الكريمه مع حليب جوز الهند خيالي يطلع، دايما اعتمده بالبرياني. بس نقدر نزيد الحين بعد اذا تبون صوص زياده تزيدون كوكونات ميلك زياده يعني، وسلامتكم. وطبعا لا تنسون الملح، ما ملحنا. شوفوا اذا برياني يعني لحم او دياي، احط روب، اتبل اللحم والدياي بروب، موجوده طريقتي باليوتيوب تلقونها. بس اذا برياني ربيان ما يحتاج روب، يعني نكتفي فقط بالكوكونات ميلك. اضافه ثانيه احب اضيف معجون خلطه البرياني، مو متوفر عندكم عادي لا تضيفونه، بس يعني يعزز لي نكهه البرياني لان فيه طعم البهارات الهنديه وكذي، فيعزز لي نكهه البرياني. يعني قفشه واحده كبيره. اوكي، ونضيف الملح، لا تنسون ما ملحنا. حط شويه لان الربيان بسرعه الملح يبين فيه، نذوق بعدين نزيد بس، ونخليه يطبخ يعني لين كذي الصوص يصير عندي يثقل شويه، يعني 5 دقائق 7 دقائق وبس. الحين الجدر الثاني بسوي فيه العيش. عندي هني ماي حار، اوكي، ماي حار فقط بدون اي اضافه، بس بضيف له ملح، اوكي، ونسلق العيش 3/4 استوى. تمام، عيش بسمتي مغسول ومنقوع نسلقه 3/4 استوى. بس خليه يطبخ على نار عاليه لين تشوفون الحبه تمدد تستوي 3/4 استوى، ونشخله من الماي ونسوي فيه البرياني. شوفوا معاي جمال خلطة البرياني، بس تقريبا جاهزة. اللي يحب العيش يعني مو ناشف يزيد الصوص، زيدوا الكوكونات ميلك. طبعا بنات اذا بتسوونه على لحم او دياي الطريقة موجودة باليوتيوب، بس على السريع بقول لكم اللحم يكون مفيوح مستوي قبل، وتتبلونه بروب وثوم وتضيفونه على حمسة البصل، وتكملون البرياني عادي نفس ما سوينا برياني الربيان. الدياي إذا بتسوونه على صدور نفس الشيء، تحمسون الصدور لين تستوي بعدين تكملون الخطوات عادي، أوكي. وإذا على سمك، السمك يكون مقلى جاهز، تسوين خلطة البرياني وتنزلين السمك. تقدرون تسوونه على هامور، على نويبي، على سيباس، على كل أنواع السمك، يطلع البرياني عجيب. شوفوا معاي العيش تقريبا استوى، بس ينشخل من الماي. حطوا بالكم نبي 3/4 استوى لأنه بيكمل طبخ، راح يطبخ مع الربيان 20 دقيقة، فما نبي مهروس ملبوش، نبي كذي مستوي 3/4 استوى. تمام. أنا أحب البرياني شوية سبايسي، فبحط فلفل مجروش تشيلي فليكس شوية، أوكي، فلفل أحمر. ما تحبون لا تحطون، صراحة أنا الأكل لازم يكون سبايسي شوية عشان أستلذ فيه. يلا الحين شغلنا جاهز، طفيت النار، نبلش نسوي طبقات البرياني. يلا جاهزين حق الفقرة اللذيذة. البرياني جاهز، العيش جاهز، مكونات البرياني كلها جاهزة. نسوي الحين طبقات البرياني. شوفوا يا جماعة الخير، عادة لأن كمية البرياني تكون كبيرة فأسويه على أكثر من طبقة. اليوم راح أسويه على طبقتين فقط، طبقة عيش، طبقة خلطة البرياني، وبعدين طبقة عيش ثانية لأن كميتي اليوم قليلة، أوكي. فأول شيء العيش اللي شخلناه نحط نصه بالجدر، بسم الله الرحمن الرحيم. راح أحط نص وأخلي النص الثاني فوق مكونات البرياني. حطيت العيش، أبدي أحط الحين خلطة الربيان، بسم الله. أبدي الحين أشيل من خلطة الربيان اللي سويتها وأحطها على العيش، بسم الله. قلت لكم إذا الكمية كبيرة تقدرون تسوونه أكثر من طبقة. أنا لأن كميتي اليوم قليلة فبس كافي طبقة واحدة. راح أحط كل الربيان، الصوص راح أحط نصه وأخلي نص نقدمه مع البرياني.
انا احب البرياني صراحة يكون متشرب، ما احبه ناشف. هذا الربيان كله. حطيت الربيان، بحط شوية من الصوص وبخلي شوية حق التقديم. اوكي ما راح اكثر، بس كافي. واحط الحين بقية المكونات. اول شيء البطاط، بطاط مقلينه مستوي. واحط البازاليا، بازاليا مثلجة او معلبة. واحط الخضرة، طبعا رشة البقدونس، والنعناع، والكزبرة والشبنت. طبعا كزبرة وشبنت لأن مسوين البرياني على، تشوفون جمال الألوان تبارك الرحمن. الحين أحط كمية العيش المتبقية، بس قبل لا أحط كمية العيش بحط بصل مقلي. أوكي بعد راح يعطيني طعم رهيب حق البرياني. والبصل اللي المتبقي راح أخليه حق التزيين. أوكي نزين فيه مع المكسرات. شوفوا تقدرون تحطون قطع زبدة بين طبقات البرياني وفوق العيش. اخر شيء انا بحط زبده بس من فوق، بكتفي بالزبده اللي بحطها فوق لان انا اوريدي حطيت كميه راهيه من الزبده بالحمسه. اوكي الحين ننزل كميه العيش المتبقيه. اوكي ونحط منقوع الزعفران وماي الورد، واحط اخر شيء منقوع الزعفران وماي الورد. اوكي زعفران منقوع بماي، زعفران وماي ورد منقوع بماي حار. وحطيت شويه صبغه زعفران عشان تعطيني لون اقوى. خل اقول لكم شغله، انا نسيت بقول لكم معلومه تو ونسيت. تقدرون تحطون يعني الكزبره والشبنت تنحط فقط على السي فود. يعني اذا بتسوون البرياني على ربيان او على سمك تحطون كزبرة وشبنت، لكن إذا برياني على دياي أو لحم لا تحطون شبنت. أوكي كزبرة ممكن بس شبنت لا تحطون. بس الحين وزعت قطع الزبدة. نخلي الجدر على نار هادية ياخذ له 20 دقيقة إن شاء الله ويكون جاهز. نار هادية جدا. يفضل بعد تحطون حديدة تحت الجدر لأن كل شيء مستوي، بس نبي النكهات تاخذ من بعض. وكذي البرياني الخطير اللذيذ جاهز. بخليه على نار هادية 20 دقيقة وبعدين نرد نقلب العيش وننشب ونستمتع. يلا نطروني. يلا جاهزين نشيك على البرياني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام، شوفوا جماله. الله على الريحة اللي كفخت. وش خلينا نذوق العيش بس إذا مستوي. بقلب الشغل كله على بعض ونقدمه. يلا بسم الله نقلب البرياني وبعدين نقدمه. لازم نقلب العيش كذي مع طبقات البرياني، كل شيء كذي يختلط مع بعض بعدين ننشب. يبوي على المنظر يبوي. عافية ضروري تجربون وصفتي بالبرياني، ترى مو عادية كلش مو عادية. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا العشاء اللي احتاجه الحزة. اجمل فقرة، فقرة شنو؟ النشاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وما شاء الله تبارك الرحمن، وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. والله أنا مدلعتكم، عندي مطعم وأعطيكم وصفاتي. إيش رايكم فيني؟ بس إيش رايكم فيني؟ مدحوني عاد ها؟ يمي يمي يمي. الريحة يمي. للحين ما ذقت أمانة. أنا ذقت الربيان بروحه كان خطير، بس يعني ما ذقت كل شيء على بعض، عرفتوا؟ بس الريحة تسولف.
زين الحين بالمكسرات. تدرون برياني لازم مكسرات وبصل مقلي، وطبعا يا حبذا كشمش. اليوم انا ما سويت صراحة، بس انا احب البرياني مع الكشمش. اوكي